السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كل شيء مع أميرة. لعشاق المملحات، اليوم إن شاء الله رجعت لكم بتشكيلة من المملحات بثلاث نكهات مختلفة لكي يجيو منسمين والمذاق كيجي حاضر بقوة. إن شاء الله غنشارك معكم طريقة سهلة ومكونات أسهل كذلك وبسيطة، ثمن ومكونات سهلة وبسيطة إن شاء الله. كنحتاجو لتحضير المملحات ديالنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض الفورس، معلقه صغيره ديال الخردل او المطارد، كنحتاجو معلقه ديال الابزار والملح كذلك حسب الرغبه ديالكم الا بغيتو مالحين شويه، وكنحتاجو الحار، كنحتاجو كذلك 4 الفرماجات وكاس ديال الزيت تقريبا نصف كاس ما كاملش، كنحتاجو كذلك الكأس ديال الماء والقليل من الثوم. كنحتاجو تقريبا ملعقه صغيره ديال الثوم مجفف وجوج معالق كبار ديال الزبده اللي كتشوفوها بحراره الغرفه. كنبداو نعجنوا العجين ديالنا بهاد المكونات اللي وريتكم دابا، ومن بعد غادي نوريكم 3 نكهات اللي استعملت في هاد المملحات. من بعد ما غرب لنا الدقيق كما كتشوفوا مزيان، كنزيدوا المكونات الناشفه اللي هي الاول، وبعد كنحتاج تقريبا كاس فقط باش نجمع العجين، كنحتاج تقريبا كاس فقط ديال الماء، ما نزيدوش وما نضيفوش اضافات اخرى، حيت كتجي العجين شويه شاده راسها باش تجينا سهله فاش نبغيو نطلقوه. نسيت ما قلت لكمش ما قلت لكمش بلا كنحتاجو تقريبا 3 غرام ولا 4 غرام ديال الخبيره ديال الحلوى، باش ما فاش نبغيو نديرو الشكل ديالنا ما يديفورماش على الشكل اللي اختاريناه لهاد المملحات اللي كيجيو زوينين في شكلا ومذاقا. من بعد ما كنضيف الابزار والملح تقريبا ملعقه صغيره، كنضيف المعلقه كذلك من الحار او الشونيه، ممكن تضيفوا الهريسه اللي بغيتو. من بعد كنضيف الفرماج ديالي تقريبا 4 الفرماجات، ممكن ديروا كيري داك الشكل المربع، فرماج مربع اللي بغيتو. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. من بعد ما كنضيف المكونات اللي قلت لكم غنبداو نرملوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجين هادشي اللي كنستعملوا فيه فقط هاد المنسمات فقط، ومن بعد فاش غادي نقسموا العجين غادي نضيفوا 3 اضافات مختلفه. كما قلت لكم كنضيفوا تقريبا 4 غرام ديال خميره ديال الحلوى ولا 3 غرام، باش منين نطيبوا المملحات ديالنا ما يديفورماوش، ما يتغيرش الشكل ديالهم. طبيعه الحال فاش غادي نعجنهم ان شاء الله غنديرهم في المجمد حتى يشدوا راسهم مزيان، غنبداو في التقطيع ديالهم. من بعد ما ضفت الزيت غنبدا نرمل العجين ديالي بهذه الطريقه، فقط كنرملو ما كنعجنوش، فقط كنجمعوا الخليط بيدينا فقط، ما كنديروا لا دليك لا حتى حاجه.
بالنسبة للطريقة ديال تحضير هاد المربى ديال الزيتون، ما تصورش ليا. هو غنقول لكم الطريقة كيفاش صايبته. درت تقريبا 3 المعالق ديال الزيتون الاسود، و2 معالق ولا معلقة واحدة ديال زيت الزيتون، والقليل من الزعتر. كنديرو في واحد الخلاط الكهربائي، وكنخلطوه مزيان تيولي بحال هاد الكريم، باش كندهنو المملحات ديالنا كيعطيو واحد النكهة مختلفة. من بعد ما كنطلقوا العجين ديالنا مزيان، واحد تقريبا 1 سنتيم، كتجي رقيقه بزاف. كتجينا ساهله فاش نطلقوها، تجينا ساهله فاش كنحطوها في الثلاجه تبرد شويه. كتجينا ساهله فاش تنبغيو نطلقوها. كندهنوا الكريم ديال زيت الزيتون اللي قلت لكم الطريقه كيفاش صايبته، وكنجمعوه من الاطراف وكندوروه نديروه في المجمد. تقريبا كنديرهم تيشدوا راسهم، من بعد كنبداو نقطعوهم ونحطوهم في الفران يطيبوا. طريقه سهله وبسيطه بدون مجهود. اما بالنسبه للنكهه الثانيه، كنحتاجوا ليها تقريبا معلقه ديال المطارد، ومعلقه ديال الهريسه، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الحار. كنخلطوهم جيدا بهذه الطريقه. وكندهنوا بها العجين ديالنا، وكنديروا ليه بحال الشكل الاول اللي وريتكم، اللي درت فيه ديال الزيتون الاسود.
أما النكهة التانية اللي غادي نديرها في تقريبا الكويرة الثالثة اللي بقات ليا، كندير فيها عطرية ديال الحوت كتجي منسمة بواحد النسمة خطيرة جدا. كنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. كما كتشوفوا النسمة ديال الحوت كتجي بنينة. كنجمع العجين بالاضافه اللي درت الثالثه، ولكن الشكل غيكون مختلف على الاشكال الاولين اللي درتهم. هذا الشكل كيجي بسيط وسهل. من بعد ما طلقنا العجين ديالنا كما شفتوا كنقادوا الاطراف باش ما نضيعوش العجين ديالنا، وكنديروا تقريبا بحال كما كتشوفوا كيجيو طويل. كنقطعوهم طويل بحال الطريقه. هذا الشكل مختلف على الشكل الاول الحلزوني اللي درت. كنقطعوهم على شكل طولي وعرضي، كيجيوش طوال بحال هكا كاملين. كنزيدو نقطعوهم عاوتاني تنصغروا الطول ديالهم وكنحطوهم في الفرن كيطيبوا دغيا. كيجيو مقرمشين. كنتمنى يعجبوكم. انا تشوفوا منين غيطيبوا ان شاء الله كيفاش كيجيو الشكل ديالهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ودعموني بالاشتراكات واللايكات والتعاليق ديالكم الى عجبكم هذا الفيديو. وشكرا للناس اللي كيساعدوني وكيخليو لي تعليق ولايك وتشجعوا هذه القناة. شكرا لكم بزاف.